حياكم الله وبياكم، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة التي أتت على طاعة وعبادة جعلها الله سبحانه وتعالى مأجورة مثوبة، ألا وهي عبادة الصبح. أهل هذه القرية المباركة قرية اللج الذين استجابوا لله ولرسوله واستجابوا لدعوة مجلس صلح العام وبسطوا يدهم بالصلح. طبعا احنا نذكر انفسنا بالله عز وجل ان يكون دائما في الاعمال الصبحيه وفي الجلسات الصبحيه ان يكون عملنا خالصا لله عز وجل، من اجل ان يبقى هذا العمل قبولا عند الله عز وجل. في تحقيق الصلح بين هاتين العائلتين الكريمتين، ان كان بيت عثمان وبيت السعيد، بيت عثمان وبيت السعيد عائلتين وطائفتين متجاورتين، هم احبه، هم اخوه كرام، هم اخوه افاضل، تجمعهم علاقات، تجمعهم مصاهره. نزغ الشيطان فيما بينهم وحصل الذي حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاجتماع رحمه والفرقه عذاب. إخواني، نحن إن شاء الله في توبتنا خرجنا ونعلم أننا بحاجة أقل من قطر الاهتمام، فنسأل الله تعالى أن نحقن هذا الاهتمام وأن يكون الصلح هو الصلح التام إن شاء الله وصفاء للقلوب بيناتنا. أن ما يحدث إن كان قد ذهب في محل الريح دون أن نأخذ عبرة منه، فلماذا ذكر الله سبحانه في القرآن قصص الأولين؟ والعبرة الموجودة في كل قصة وفي كل مثل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نحن اللي علينا أن نقوم بشعيرة الإصلاح بين الناس، نقوم بتحكيم شرع الله عز وجل بين الناس. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآن إن شاء الله يكلم الصلح بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يكون بعد الصلح أعمال أخرى إن شاء الله تعيد المودة والمحبة والتآخي والتراحم. وكل الشكر طبعا لله عز وجل الذي وفقنا ووفقكم لأن نسعى حتى أن نجتمع في هذه القاعة المباركة. ثم الشكر للطرفين الذين